ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه النهارده؟ باذن الله رجعت لكم فيديو جديد. في فيديو النهارده هنتكلم عن تصريحات منتخب قطر قبل مباراه الاكوادور وقبل افتتاحيه كاس العالم، وكمان هنتكلم على موعد افتتاحيه كاس العالم، وهنتكلم على موعد مباراه قطر والاكوادور، وهنتكلم على التشكيله المتوقعه لمباراه قطر والاكوادور. ومن غير ما اطول عليكم يلا بينا نبدا فيديو النهارده. اول حاجه هنتكلم عنها وهي تصريحات كابتن منتخب قطر وحسن الهيدروس. طلع في لقاء صحفي واتكلم عن المباراه ديت وقال ان احنا على اتم الاستعداد لمباراه قطر والاكوادور، وان المباراه ديت هتكون مباراه قويه واحنا جاهزين عشان نأدي اداء نفتخر بيه كمنتخب قطر في كاس العالم. تاني تصريح معانا وهو تصريح مدرب منتخب قطر وهو المدرب سانشيز. طلع في تصريح وقال ان مباراه قطر والاكوادور هتكون مباراه استثنائيه ومباراه قويه جدا، واحنا اكيد مش هنلعب في المباراه ديت دور الضحيه، وهنقدم افضل اداء لينا ضد منتخب الاكوادور، وان منتخب الاكوادور منتخب لا باس به ومنتخب بيقدم اداء كروي اكثر من رائع. اما بقى عن افتتاحيه كاس العالم فتم تحديد افتتاحيه وحفل افتتاح كاس العالم المتوقع ليه هيكون الساعه 5 مساء بتوقيت القاهره و6 مساء بتوقيت مكه المكرمه. اما بقى عن موعد المباراه، مباراه قطر والاكوادور ان شاء الله هتكون غدا الساعه 6 مساء بتوقيت مصر، 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة. تعالوا بقى نتعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب قطر ضد منتخب الاكوادور. في حراسة المرمى سعد الشيب، في الدفاع عبد الكريم حسن، بو علام، توخي، بسام الراوي، واسماعيل محمد. في خط الوسط همام الامير، عبد العزيز حاتم، حسن الهيدروس، وكريم بوضياف. اما في الهجوم المعز علي واكرم عفيف. ديت التشكيله المتوقعه لمنتخب قطر في لقاء الاكوادور. بس يا جماعه بكده يكون خلاص فيديو النهارده، ومن غير ما اطول عليكم سلام.